ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا، واكيد طبعا انا كمان وحشاكوا اكيد. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. هنعمل بقى ايه؟ التنظيف بتاع ليلة رمضان، اللي هو بقى ايه، نعلق بقى الزينة والحاجات الحلوة ديت. بس بصراحة ما صورتش معاكم الزينة ومحمد بيعلقها. هبقى اصورها لكم في يوم تاني. آم، بصوا انا بدأت بقى ان انا ايه انفض الكنب دوت ونلم الحاجة، وكراميلا الجميلة بتاعتي كانت بتنظف معايا. كانت بتساعدني، بتحب تساعدني ما شاء الله عليها، يعني جميلة. احنا ما صدقنا طبعا اختها نامت، ما صدقنا رونزا نامت علشان نعرف نعمل. كنا قاعدين اللي هو عايزة حد يزقني واقوم اعمل. اليوم ده بالذات يعني اللي هو عايزة اخلص، عايزين نفرش. بس انا كده عشان عندي السجادة كبيرة فلو شلتها ونفضتها مش هقدر بصراحة، فبنفض حتة حتة وبكنس، وبعد كده بقى ايه اقوم لميها. تمام. كرامة برضو كانت بتساعدني، كرامة بتحب تساعدني، ايديها في ايدي في كل حاجة. هنفرش بقى ايه الحاجات الجديدة بقى ونظبط الدنيا وكده. كنت عايزة اصور لكم محمد وهو بيعمل التمر، هنزله لكم الفيديو الجاي. بس انا عارفة ان انا بغيب عليكم، بس ان شاء الله مش هغيب عليكم تاني، وهنزل لكم فيديوهات على طول بإذن الله. جريت بقى الكنب. انا مش عارفة الحاجات اللي تحت الكنب دي اصلا بتدخل ازاي، والله العظيم انا بتفاجئ زيكم يعني. بتفاجئ ان في حاجات تحت الكنب. يعني لو خدتوا بالكوا كارما كان بتشيل الكاتشب من تحت الكنبة، مش عارفة ده كان هما بياكلوا تحت الكنبة ولا ايه، مش عارفة. وعايزة برضو لو كنتوا خدتوا بالكم ان انا كل ما باجي اروق ولا حاجة ادي كارما جنيه تشيله. مش عارفة كل ما باجي اروق لازم الاقي فلوس فضة، ودي حاجة انا بفرح بيها قوي. ودي يعني من زمان، كنت زمان اجي اروق واشيل لازم الاقي فلوس فضة. بصوا انا كنت عايزه اعمل لكم ريفيو عن الجردل بتاع المسح دوت. حلوة قوي بجد يعني. الشرشوبة بتاعته بتمسك في السيراميك، بتطلع الوبرة اللي في السيراميك. مش عارفة ازاي يعني، ما شاء الله عليه. لا حلو، حلو جدا. كان نفسي اجيبه من زمان، ولما جبت اتفاجئت بيه. يعني كنت بسمع ريفيوهات عنه حلوة، ولما جبته لقيته احلى بصراحة من ما كنت اتخيل. بس انا كده خلصت تحت الكنب، رجعت بقى الكنب مكانه وامسح باقي الصالة. برضو بكنس وامسح، ما ينفعش ان احنا نمسح كده على طول، تبقى الدنيا. بصوا هو احنا ايدينا في الشقة على طول، بس ايه بقى، انتوا عارفين يوم رمضان دوت او يوم العيد لازم ايه اللمسة الاخيرة. بس وبرضو هنا بمسح بالشرشوبة. وعايزة اقول لكم برضو حاجة بعملها بيه اما باجي ادعك سيراميك المطبخ او الحمام. طبعا فوق معظمنا ما بيطولش، واللي بيقف على الرخامة بيتكسر. فانا بخاف بصراحة اقف على الرخامة، فبعمل بيها من فوق حلو جدا جدا جدا. لو انتوا اول مرة تشوفوني، يا ريت تنوروني باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبجد بجد هفرح جدا لو نورتوني وعملتولي كومنت. وما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم دوت اللي بيفرحني بجد، عشان ترفعولي الفيديو وتدعموني. ما تنسوش تعليق منكم جميل كده، هستنى تعليقاتكم لو في اي حاجة، يعني هستنى تعليقاتكم. هنا مش عارفة كرمة كان في ايه في رجليها، اتخبطت ولا ايه، فعمالة تقولي. بصوا بقى الحافظة بتاعت السجادة دي انا لسه مشترياها، تحفة جدا. انا ما صدقت لقيت حافظة عجباني. هي انا كنت حاطة واحدة هنا بني عشان الانتريه القديم كان بني، فانا دخلتها الاوضة وجبت بقى ديت تليق على الانتريه الجديد. بصوا شكلها حلوة قوي بجد. بصوا كيوتة ازاي، حلوة. يا ريت لو عجبتكم تكتبولي في الكومنتات. هنا كارما بقى اللي هي مش لاقي حاجه تعملها، بقى قاعده تقوم وتروح وتيجي هنا كنت بجيب البوف علشان اعلق الستاره بتاعت رمضان. عاملين ايه في الصيام يعني؟ بجد هو الجو حلو قوي، يعني مساعد ان احنا نصوم ما نعطش. لا الجو حلو بجد. وهنا بقى ايه بعلق الستاره، علقتها وخلصتها، بس شكلها حلوه ازاي.
شكلها حلو قوي قوي يعني، عجباني قوي، محسساني برمضان كده في الشقة، جو حلو قوي. كرمة كان بتجرب تستخبى وراها علشان لما تيجي تستخبى مننا. نخش بقى على الكارثة الكبيرة، الكارثة اللي اي حاجة معدي، اللي رايح المطبخ بيحط عليها حاجة، واللي جاي من الأوضة بيحط عليها حاجة، كارثة بجد يعني، مش عارفة اقول لكم ايه. بس هتتلم وتبقى جميلة خالص. هنا انا وكارما عمالين نشيل فيها نشيل من عليها الحاجة، وبلم اشيائي طبعا اللي متبهدلة في كل حتة. فايه احنا لازم ننضف كده قبل رمضان وقبل العيد يعني. بس ايه، مش ننضف قبل رمضان وقبل العيد بس يعني. عقبال يا رب ما ربنا ينضف قلوب الناس اللي مش حلوة في حياتنا، اللي بتتكلم علينا. بجد يا جدعان، في ناس يعني في حياتنا مش سايبة حد في حاله والله العظيم يعني. يلا ادعوا لي ربنا يخلصنا منهم على خير ويرحمنا من لسانهم. الواحد في حاله وهما مش سايبيننا في حالنا. يعني عايزه اقول لكم حتى مش راحمين نفسيهم في رمضان، يعني الواحد في رمضان حتى هما مش راحمين نفسيهم. انا مش عارفه بجد الناس دي طايقه نفسها ازاي. هما يعني انا متوقعه لهم ان هما مش هيلاقوا حد بعد كده يتكلموا عليه، يعني مش هيلاقوا حد ياكلوا فيه، فهياكلوا في نفسهم يعني. بس يلا ادينا مستنيين. هنا بقى كنت ايه، بحاول اشيل الازاز، اول مره اشيله لوحدي وكل مره محمد بيشيله معايا. طبعا انا كنت بحاول ان انا، فبجد كنت خايفه ان هو يتكسر مني قوي يعني، كل مره محمد بيشيله قصادي، وانا كان قصدي ان انا احطه فوق الكنبه بتاعه السفره دي. فعايزه اقول لكم هو اتزحلق مني ونزل على، اتزحلق مني ووقع على الارض، بس يعني ربنا سترها الحمد لله. انا كنت عايزه برضو امسح تحتيه علشان اغير بقى المفرش ده. وبحمد ربنا ان كارما برضو ما كانتش جنبي، كان ممكن ينزل على رجليها، فالحمد لله يعني ان تمت بسلام الحمد لله. بس معرفتش اشيل بقى السجادة اللي تحت السفرة. بس ايه، دايما بشيلها محمد معايا في الشقة يعني، دايما محمد بيشيل قدام السفرة، نحطها في الصالة واقوم شايلاها ومسحة تحتيها. اصلا عايزه اقول لكم يعني الحر بيجي اشيل السجاد ومفيش بقى مسح بالشرشوبه، لا مسح بالميه والمساحه على طول، جر بقى يعني، عارفين انتوا. يوميا كده عشان الارض تطلع طراوه علينا. لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعكم. انتوا مش بتدعموا لي فيديوهاتي خالص ومش بتحطوا لايكات خالص يعني. بس هنا كنت بعدل المفرش وايه بقى، بفك المقشة علشان خاطر اكنس تحت السفرة، عشان طبعا المقشة بالعصاية مش هتجيب يعني. فقلت ايه، هرص الفوانيس الاول، كنت بمسح الفوانيس ورصيتها ونفضت الكراسي اللي جوه دي عشان محدش بيقعد عليها خالص، فعلى طول ايه لما تراب يعني، يعني يوميا بتتنفض وبرضه بتلم تراب. بصوا فكيت المقشة علشان اكنس تحت السفرة علشان اعرف اجيب التراب المستخبي. يعني حتى المكنسة مش بتجيب تحت السفرة، مش بتجيب الحاجات المستخبية دي، طبعا انتوا عارفين اكيد. بس فهي ما خدتش يعني معايا دقيقة، يتشجعوا بقى يلا وقوموا كده اعملوا معايا اللي لسه ما عملش. عارفة ان في ناس لسه في زنقة وما بتعملش حاجاتها. طبعا رمضان بقى الاكل بتاع رمضان والحاجات دي، في ناس بتبقى ملخومة يعني، ربنا يعينكم كلكم. فيلا تشجعوا معايا وقوموا اعملوا يعني الفيديو دوت ايه يعني، كلنا بننظف بس ايه بقى تحفيز اللي هو بيشجع ان احنا نقوم وننظف ونعمل كده يعني. بس يعني بصي هي ما خدتش حاجه، بسرعه بسرعه احنا اصلا مصدقنا لولي نامت. برضو عايزين نعمل النيش ده مع بعض، هنعمله مع بعض وهبقى اصور لكم برضو فيديو. بس بصوا انا كده تمام خلصت، اوريكم بقى اللمسه الاخيره وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. تمام، لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في الفيديو، في الفرش بتاعي الجديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واهم حاجه الستاره، قولوا لي ايه رايكم في الستاره. والحافظه اللي انا دخت عليها دي. اشوفكم يا رب في فيديو جديد على خير. باي باي.